طحينة من غير طحينة. سلطة الطحينة جميلة جدا ومن غير طحينة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير وفي احسن صحة واحسن حال، وجمعة مباركة عليكم يا رب وعلى الأمة الإسلامية كلها. معاكم سامح أحمد، والنهاردة بقى هنعمل مع بعض طحينة اقتصادية جدا 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 وموفرة جدا جدا جدا. انا جربتها ولقيتها فعلا تحفة وتستحق ان انتوا تجربوها، ولا بقى بسمسم ولا بدقيق ولا بأي حاجة مكلفة. بس قبل أي حاجة يلا بينا نصلي على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. احنا هنعملها بطريقة سهلة جدا جدا واقتصادية جدا جدا، زي محلات الكبابجي ومحلات الحواوشي، زي المحلات اللي بره. انا عرفت الطريقة وهقول لكم عليها. يلا بينا بقى نشوف طريقتنا البسيطة دي الجهنمية، وبجد تحفة تحفة تحفة. يلا بينا يا حبايبي نشوف طريقتنا. بس بقى ما تنسوش تعملوا لي اللايك والشير وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. يلا بينا يا حبايبي. المكون بقى اللي معانا السحري، بديل السمسم بقى وبديل الدقيق، العيش الشامي. المحلات بقى بتعملها بالعيش الشامي، وبجد انا جربتها بجد تحفة وجميلة جدا جدا وهتعجبكم جدا جدا. برغيفين عيش هنعمل علبة طحينة هتقعد معانا حبة في التلاجة وبجد جميلة. اول حاجة انا جبت رغيفين العيش وحضرت بقى البولة اللي هقطع فيها العيش. طريقة سهلة جدا. هنقطع العيش بالشكل ده كده، وطعمها بجد جميل، اقسم بالله جميل وهيعجبكم جدا. هنقطع العيش كده بالشكل ده قطع صغيرة، وبعد كده بقى اكون محضرة كوباية ونص مية مغلية، مية مغلية من الكتل، ونضيفهم على العيش ونغطس كده العيش جواها، ونسيبهم بقى ننقعهم 10 دقايق كده او ربع ساعة على جنب، وبعد كده نرجع لغاية ما يبقى بالشكل ده. وبعد كده بقى نجيب الخلاط بتاعنا. يعني انا نقعت العيش الشامي في كوباية ونص مية مغلية لمدة ربع ساعة. بعد كده بقى جبت الخلاط بتاعنا وحطيت فيه العيش اللي انا نقعاه بالمية بتاعته، طبعا هو العيش شرب المية. وعصرت ليمونتين، حط على العيش الليمون. طبعا المحلات بقى بتعملها بالطريقة دي، واحنا هنعملها في البيت احلى منهم كمان واحسن منهم بكتير وانضف. وخمس فصوص توم كده مفرومة، طبعا التوم بيدي للطحينة طعم جميل جدا. وحطيت بقى كمون، طبعا معلقة كبيرة كمون بس، ومعلقة صغيرة كزبرة، ومعلقة ملح ومعلقة شطة، طبعا الشطة دي اختياري. وحطيت معاهم بقى قرن فلفل أخضر بيديها طعم بجد جميل. مش هنحط أي حاجة تانية إلا كده. وطبعا الخل ما ننساش، أنا حاطة 3 معالق كبار خل. يبقى خل وليمون وكمون وكزبرة وشطة وملح وتوم. هبقى اكتب لكم المقادير في صندوق الوصف. نضربهم في الخلاط كويس جدا، ومعلقتين زيت بقى عشان يدوها التلميعة الجميلة، وبرضو نضربهم في الخلاط. بعد بقى ما ضربنا الزيت مع المكونات بتاعتنا دي، طبعا الزيت لازم نحط معلقتين زيت عشان يدونا تلميعة حلوة وبرضو طعم حلو. بصوا بقى شكلها جميل جدا. حضر بقى البولة بتاعتنا وننزل بقى بالطحينة. بص القوام جميل ازاي، تحفة بجد، مظبوط وجميل. طبعا الملح انتوا تظبطوا الملح على حسب الرغبة بتاعتكم، على حسب الحدق بتاعكم. طبعا كل حاجة بقت غالية، السمسم غالي وكل حاجة بقت غالية، فاحنا بنحاول نعمل كل حاجة ونقتصد فيها، يعني بنوفر كل حاجة على قد ما بنقدر. فاحنا عملناها بقى بالعيش الشامي، يعني مفيش اوفر من كده. وممكن كمان تعملوها بالفينو، بالقلب بتاع الفينو، برضه هيعمل معاكم طحينة كويسة جدا. بواقي الفينو ممكن تعملوا بها طحينة.
كده بقى أنا هازوّق بقى من فوق كده معلقتين زيت يدّوها شكل حلو، وبرضه بيدّوها تلميعة جميلة. وما ننساش رشة الكمون، الطحينة بتحب الكمون، فمش هنبخل بالكمون يعني. هنحط كمون كده رشة كده جميلة تدّيها طعم برضه حلو جدًا، وشكل جميل. ورشة بقدونس بقى دي من عندنا، أحلى بقى من 100 محل وأحلى من 100 أي حاجة جاهزة. كل حاجة بنعملها في البيت بتبقى أحلى من برّه بكتير. طبعًا كلّنا بننفّع بعض، يعني إحنا لازم نشتري برضه من برّه عشان ننفّع غيرنا، بس على قد ما نقدر بنعمل في بيتنا، والرزّاق ربنا، وربنا يرزق الجميع يا رب. أتمنى بقى إن طريقة الطحينة الاقتصادية جدًا دي تكون عجبتكم، ولو عجبتكم بقى الطريقة أتمنى تجرّبوها واستنى رأيكم طبعًا، و ولو عجبكم طريقتي ما تنسوش بقى تعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب، وتشتركوا في القناة، وتفعّلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.